ما تعيشه تونس هذه الأيام وكغيرها من الدول التي شهدت تغييرا في أنظمتها هو أقرب من مرحلة يسودها الارتباك الفكري وتنتشر فيها فوضى المفاهيم وتتعدد فيها الخطابات والإيديولوجيات، ما يفرز صراعات فكرية بين الحين والآخر. عديد القضايا طرحت في هذا الخصوص، ولعل مسألة التعدي على أكثر من 30 وليا صالحا والتي باتت حديث الساحة التونسية وموضوع جدل حول من يقف وراء تلك العمليات وما هي غاياته بالتحديد مثال على ذلك. الظاهرة هذه خطيرة دخلت لبلاد التونسية متاعنا وما كناش ننتظروا بالطريقة هذه الغزو الوهبي اللي دخل في فترة وجيزة وغزو منظم، ولكن التوانسة وإن شاء الله متعودين، التوانسة والمغرب العربي الكبير متعود على الفكر هذايا، هو فكر صهيوني يهودي وهابي. تواصل مسلسل حرق تلك المقامات منذ 8 أشهر يمثل تهجما على تاريخ البلاد وهدما لذاكرتها من قبل أطراف هيئت لها الأرضية المناسبة لتقدم على تلك الأفعال، وما يزيد الريبة والشك لدى العديد صمت الجهات المعنية ووزارات الإشراف على ذلك. موقف الحكومة موقف سلبي. كنا نتوقع من هذه الحكومة أن تكون حازمة خاصة إزاء هذه الظاهرة، ولكنها بكل أسف يبدو وأقولها أنها متواطئة تواطؤا سافرا معهم. وإلا فأين حماية الآثار؟ أين حماية المقدسات؟ أين حماية الآثار الدينية؟ وسط ذلك تعتري حالة من الذهول فئة من المواطنين التونسيين الذين لم تكفهم صعوبة الحياة وقساوتها حتى يجدوا أنفسهم في مرمى جماعات تلبس ثوب الدين وتعمل لحساب أجندات غير وطنية تؤسس لثقافة العنف والحقد والكراهية. هي سابقة لم تعرفها البلاد ومنذ عهود، أضرحة ومقامات أولياء صالحين تتهاوى وتدمر وتحرق يوما بعد آخر على أيادي مجموعات يقول كثيرون إنها متطرفة ومتشبعة بأفكار دخيلة متجاهلة قيمة تلك المقامات في الموروث الثقافي والحضاري التونسي. يسرى والناس، قناة الاتجاه، تونس.